السلام عليكم. في فيديو للمذيعة هالة سرحان. هالة سرحان في ناس مش عارفاها دلوقتي، بس نشوف الفيديو ده وبعدين نتكلم مع بعض. يا بلد جايه واليوم قديش مهم. لا لو ما تعرفيش انا مين ومن اي بلد جايه، صباح الخير. اهلا وسهلا. زي ما احنا شفنا مذيعة قناة الجديد اللبنانية مش عارفاها، وهي استغربت بتقول لها صباح الخير، انت نايمة يعني؟ معقول انت مش عارفة مين هي هالة سرحان؟ هالة سرحان يا جماعة لا الأجيال اللي مش عارفاها، احنا عارفينها وعارفين مشاكلها. هالة سرحان كانت تعتبر المذيعة رقم 1 في مصر في التسعينيات وفي أوائل الألفية لحد سنة 2007. هالة سرحان اللي معرفش هالة سرحان، احنا طبعا الناس جيلنا دول عارفينها. هالة سرحان يا جماعة لو انتوا مش فاكرينها، روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك. هلا شو على قناة روتانا سينما. هي إعلامية بدأت مشوارها كمذيعة في القسم العربي في إذاعة صوت أمريكا، واشتغلت مراسلة صحفية لجريدة الشرق الأوسط ومجلة سيدتي، واشتغلت مذيعة بالنشرة الإنجليزية في التلفزيون المصري من سنة 72 ل 76. ما هي مواليد 1945 على فكرة. واشتغلت صحفية من مجلة كلام الناس. المجلة دي فنية. وانتوا مين اللي كان رئيس مجلس الإدارة؟ عماد الدين أديب. اتجوزها فترة وخلفوا ابنها محمد واتطلقت منه، وبعد كده اتجوزت الدكتور طلال سعودي، هو دكتور في الفضاء، وكانت أشهر مذيعة في مصر. يعني ما فيش حد كان أشهر من هالة سرحان في فترة التسعينية. طبعا كانت بتقدم برامج جريئة وساعات وقحة، يعني لها حلقة مش كويسة أو سيئة كانت بتقول أول حد يناقش المشكلة دي. كانت لها برامج جريئة ويعني برامج الناس مش متعودة عليها. وده قال يعني كانت بتقول لك ده تحرر وده تقدم والناس كده هتتفتح، وهي كانت كل كلامها الغرض تلم مشاهدات. يعني ايه الترند؟ هي كانت بقى الترند اياميها لحديت ما عملت حلقة عن بنات الليل سنة 2007. عملت حلقة في برنامجها هالة شو على قناة روتين، لحد ما عملت الحلقة دي هي اللي طيرتها من مصر واستبعدت من مصر واتمنع دخولها، ما دخلتش مصر بعدها. الحلقة دي كانت عن بنات الليل على قناة روتانا سينما، كان البرنامج اسمه هالة شو. الست حبت تعمل حلقة تفرقع بيها الدنيا زي ما هي كانت متعودة، يعني ممكن تتكلم في حاجات عيب ان الناس تتكلم فيها او حاجات تثير الغرائز، ما كانش يفرق معاها، هو ده التقدم والتطور. لحدت ما وقعت في شر اعمالها، حبت تعمل حلقة مفرقعة، راحت جايبة 3 بنات وقالت عليهم بنات ليل، وابتدوا يوصفوا ان الشرطة عارفة وان الشرطة بتاخد منهم فلوس، وخبت وش البنات دول. البنات اهلهم وجيرانهم عرفوهم، فطبعا اما اهلهم وجيرانهم عرفوهم من اصواتهم ابتدت تحصل مشاكل بين البنات واهاليهم. وفي بعض الاهل يعني اخو واحدة راح قدم محضر في هالة سرحان. اتاري البنات دول كانوا دار الجمهور اللي بيروح يحضر الحلقة ده بيسقف، فقالت لهم انتوا عايزين تبقوا نجوم ومش نجوم، فانتوا ممكن احنا مزنوقين في 3 بنات هنطلعكم بدون وشكم وهتحكوا لنا، وحفظوهم السيناريو. طبعا الناس ابتدت تسمع كلام غريب ان الشرطة عارفة وان الشرطة بتساومهم والشرطة بتاخد منهم فلوس. الدنيا اتقلبت اياميها. البنات ما اهليهم عرفوا ابتدت يعملوا محاضر ويقولوا لا ده هي. البنات ابتدت تقول ان هي كانت مشتركة، ان هالة سرحان اشتركت معاهم في الفبركة بغرض تضليل الرأي العام وإثارة معلومات كاذبة عن اشياء غير صحيحة، حاجات مش موجودة اساسا. لدرجة ان بعد كده طبعا اترفع عليها قضايا وشوفنا هربت بره مصر، رجعتش بقى الا بعد الثوره، بعد ثوره يناير. قدمت برنامج كانت لابسه فيه لبس صاعقه تستضيف السياسيين وتقعد تتكلم عن اثار الحكيم، لدرجه ان اثار الحكيم بتقول تحرشت بيا لفظيا. وطبعا جابت سيرتي 3 أيام بتغتابني ونميمه وبتسال عني بعض الزملاء. طب ما تكلميني انا، تساليني، ما تستضيفيني. اثار الحكيم اعتذرت التمثيل وابتعدت عن التمثيل، كان لها جماهيرية عريضة، ناس كتير بتحبها. آخر حاجة قرأتها لآثار الحكيم لما باركت لمحمد سلام على رجوعه. انت عارف من كم قبل الثورة كانت اتطردت من مصر، والسيدة سوزان مبارك قالت الأشكال دي ما تقعدش في مصر. أنا أسفة يا هالة، مش أنا اللي بقول ده، السيدة سوزان مبارك، ما يصحش كده يا ست سوزان، أنا أسفين جدا.
فلما قالت الاشكال دي ما تقعدش في مصر، وطردت هالة سرحان بره مصر. وقعدت هالة سرحان آخر مشكلة عملتها كانت مع بسمة بوسيل، لما بسمة بوسيل طليقة تامر حسني طلعت واتكلمت عن حاجات خاصة وقعدت تشوه في صورة تامر حسني. هالة سرحان كتبت ايه؟ انت بتلعبي مع نجم النجوم حبيب الملايين تامر حسني، فاكرة انك صاحبة الفضيلة والأخلاق الحميدة وجاية تتكلمي في سمعة ابننا الغالي؟ لا يا شاطرة، انت اتجوزتيه وكان هدفك تشتهري، كان غيرك أشطر، مجرد فقاعة فرقعت نفسها ويا جبل ما يهزك ريح. طبعا بسمة بوسيل مش سكتت، ده وفي ناس من المغاربة كتير ردوا عليها. بسمة بوسيل ردت على أن هالة سرحان تعيش أزمة فقدان الأضواء، فقررت العودة للساحة بطريقة رخيصة بنشر العنصرية والتحريض. للأسف بعض الإعلاميين عندما ينطفئ نجمهم لا يبقى لديهم شيئا يقدموه ويلجؤون للأساليب الرخيصة لإثارة الجدل. هي كده ردت عليها، انت ايه اللي دخلك في الموضوع أساسا؟ هي بتتكلم عن جوزها، انت داخله تقولي ابننا ويا جبل ما يهزك ريح، وانت كنت متجوزه نجم النجوم. بس بسمة بوسيل ادتها في الصميم، فقالت لها لكن دعيني اوضح لك شيئا يا هالة. المغرب معروف بتاريخه العريق، حضاراته الراسخه وشعبه الاصيل الذي صنع امجادا لا يمكن لاحد انكارها، وخصوصا من اولئك الذين قضوا حياتهم في التطبيل. وان شخصا قضى سنوات في تقديم برامج تقوم على فبركة القصص وبيع الوهم يأتي اليوم ليتحدث عن الأخلاق والأصول. طبعا هي قصدها على الفبركة اللي الناس اكتشفتها بتاعت قضية بنات الليل، قضية بنات الليل، لأن بدل فبركة الموضوع ده يبقى كانت بتفبرك حاجات كتير بس مش انكشف. المغرب أكبر من أن تهزو تفاهات شخص يبحث عن آخر. جابت لنفسها الكلام هالة سرحان، مع ان يعني تامر حسني وطليقته وحلقتهم كويسه، حتى بعد ما عملت اللقاء وقعدت تقول ما قيل في الخمر، كل حاجه قالتها والناس كانت مستغربه، ولكن وحاولت تنجم نفسها بسمة بوسيل بس ما عرفتش تبقى نجم، هي بس تعري. الغريب ان بسمة بوسيل في اللقاء اللي طلعت فيه وقعدت تتكلم على الأخلاق والدين وحسست الناس إن تامر حسني ده يعني أخلاقه، يعني بعد كده هي زي ما يكون كان حابسها عن العري. شايفين العري اللي هي بتعمله. وأحسن حاجة حصلت إن هالة سرحان بعدت عن الناس، يعني هي ليها ذكرى سيئة في نفوس المصريين هالة سرحان دي، لأن الناس زي ما أنا قلت لكم قبل كده هي رجعت بعد الثورة وكانت لابسة بدلة صعقة كده بتقدم برنامج، بس الناس مش حبتها ولا في أي إعلان ولا نسبة مشاهدة ولا أي حاجة جت على برامجها. فدلوقتي بتمسك مناصب إدارية ما بتظهرش، غير تلاقيها ظاهرة مع مين؟ مع صحباتها بقى يسرى وإلهام شاهين وليلى علوي، حتى كانت في الكاتدرائية لما هاني رمزي كان بيجوز ابنه. وبرضه هالة سرحان كانت محجوزة في العراق لما قامت إسرائيل ضربت إيران، اتحجزت، كانت هي وإلهام شاهين رايحين معزومين هناك، مش عارفة بتعزموا ليه، لا بيقدموا برامج ولا بيقدموا، دي لا بتقدم برامج ولا دي بتقدم فن، وبيلفوا على الدول يعملوا ايه هناك، أنا مش عارفة في العراق، ناس غريبة.